السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. جمعه طيبه مباركه عليكم النهارده ان شاء الله. وربنا يكرمنا ونكتسب العشر الاواخر في رمضان دول في طاعه باذن الله، وربنا يكرمنا ونفوز بليله القدر، اللهم امين يا رب العالمين. هنتكلم النهارده في حلقه عن ايه هي يا دكتور اعراض ان اسناني ضعيفه. اعرف ازاي ان اسناني ضعيفه؟ تعرف ان اسنانك ضعيفه لما تحس ان في الم او في حساسيه عندك بتحسها لما تيجي تاكل اطعمه معينه. اطعمه معينه زي ايه؟ زي الحلويات، زي لما تيجي تاكل الأطعمة أو المأكولات الباردة أو السخنة دي، أو دي تحس في ألم جامد طبعا. بالإضافة طبعا برضو إلى إن طبقة المينا اللي هي الطبقة البيضاء اللي من بره اللي بنسميها الإنامل دي بتبدأ إن هي تتاكل مع الوقت لو سنانك ضعيفة، وتبدأ تظهر الطبقة اللي تحتيها اللي هي الدنتين، اللي هي الطبقة الصفراء دي. فتقول لي إيه أنا سناني بدأت تصفر ليه كده؟ لأن طبقة المينا اللي بره البيضاء فعليا بدأت إن هي إيه تتاكل. فأول ما بتبدأ تتاكل بتبدأ بعد كده إيه؟ يظهر الاصفرار اللي عندك في اسنانك ده. فانت الحل على طول انك انت في الحالات اللي زي كده حاول انك انت تاكل الحاجات اللي هي اللي بتقوي السنان او بتزود تركيز الكالسيوم في الاسنان اكتر، زي اللي هي زي ما قلنا طبعا منتجات الالبان، الحاجات اللي فيها كالسيوم جدا، الزبادي والالبان والاجبان والحاجات دي كلها. وتحافظ طبعا انك انت ايه تنظف سنانك. بس اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.